السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو أول مرة تشوفوني أنا مطبخ هبة شيحة، يا ريت متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. النهاردة بقى أولادنا بدأوا الترم التاني، يا رب يكونوا بألف خير وبصحة وسلامة ويبارك لنا فيهم يا رب كل أولادنا، وكمان يجعلوا ترم خير علينا كلنا. بدأت بقى خلاص الصحيان بدري، وكلنا بصراحة يعني أجازة نص السنة دي عدت بسرعة قوي وما بيبقى فيهاش وقت أصلا. فقمت الصبح بدري كده، كان عندي لانشون انا على طول بعمله في البيت، لكن بصراحه الفتره دي كنت مشغوله جامد يعني اشتريته من بره. بس ده مش بيحصل كتير، لكن انا على طول يعني حوالي ربع كيلو اللحمه المفرومه بيعمل لي كميه لانشون حلوه بتقعد معايا حوالي اسبوع. فانا اصلا هعمله، لو عايزين طريقته قولوا لي في التعليقات، ماشي اعمليه. وانا صورته قبل كده ونزلته، وفي ناس جربوه جدا ومتابعيني وكتبوا لي كمان في التعليقات ان هم جربوه عجبهم قوي. الجبنه الرومي برضو انا هعملها في البيت، لكن انا اصلا يعني شارياهم المره دي بس عشان كنت مشغوله جدا في حاجات بعملها كده في الشقه. هجيب بقى سندوتشات واقصها زي ما انتم شايفين كده، وارص فيها اللانشون والجبنه الرومي، وانا بقطعهم كده سلايزات تبقى جاهزه على طول على السندوتشات. كمان الفينو دوت انا مجهزاه في البيت، انا عملته معاكم قبل كده الفيديو دوت بتاع الفينو، يعني عملت اتنين، واحد كايزر، وكمان عملت الفينو اللي هو الطويل زي ده كده بطريقه ناجحه خالص. انا حوالي يعني الكميه دي كان من ربع كيلو دقيق، فبس يكون دقيق حلو متعدد الاستخدامات، او مخصص بس للسندوتشات، يعني مخصص للعيش الفينو. بتجيبيه من عند محلات او عند الافران بتاعه العيش الفينو. ما بياخدش وقت معايا خالص، بنخمره بدل مرة اتنين. وانا هحاول احط لكم على جروبي على الفيسبوك اسمه مطبخ هبة شيحة، هحط لكم طريقة العيش الفينو. يلا بينا بقى يعني بجد نودع الاجازة شوية ونبتدي سنة جديدة بتفاؤل وبخير، نفرح اولادنا ولو بحاجات بسيطة خالص. عندك اي فاكهة حاولي ان انت تنظمي اللانش بوكس، وبالنسبة كمان لللانش بوكس لازم تنقوا. يعني انا بشوف ناس ممكن يكون على قد ظروفها، بس بشوف ناس بتنقي. يعني انا افضل ان هم يحطوا ال السندوتشات في اكياس لبن من اللي هي بتاعه السوبر ماركت، احسن من اللانش بوكسات اللي هم بيجيبوها. البوكسات اللي انا جبتها، او اللانش بوكس اللي انا جبته ده ماركه ماكس. ماكس طبعا معروفه في البلاستيك جدا، وكمان عشان تعرفي ان هي خامه كويسه بيبقى فيه مثلث كده مكتوب عليه رقم 8، بتعرفي كده ان هي مظبوطه. بتسالي لازم تكون حاجه صحيه، مش اللانش بوكس ابو 10 وابو 15. حتى لو انت ظروفك على قدها حاولي تحطي في اكياس لبن، يعني الاكياس بتاعت التلاجة اللي هي النظيفه دي، احسن لي ما انا اجيب بلاستيك متفاعل بماده مش كويسه يتفاعل مع السندوتشات فيضر اولادي. مهم قوي حكايه ان احنا لما نيجي ننقي اللانش بوكس نقي حاجه صحيه جدا. عايزه اقول لكم ان اللانش بوكس اللي معايا ده عامل 50 جنيه، وخامه كويسه ونوع كويس وبلاستيك نظيف، مش زي اي نوع بلاستيك انتوا بتجيبوه. يعني مش زي علب التلاجة العادية، في علب تلاجة صحية تقدري انت تحطي فيه، او لانش بوكس مخصص للسندوتشات للمدرسة. تنقي حاجة تكون كويسة وتكون ماركة كويسة، ومش شرط تكون اوفر. يعني ده اول حاجة خالص اصلا في الماركات. الماكس ده ب50 جنيه، في 70 وفي 100. هاتي حاجة نظيفة علشان صحة اولادك، طالما بتشتري مش قادرة ان انت تشتري حاجة تكون كويسة، افضل لك بقى الاكياس بتاعة اللبن اللي هي بتبقى في السوبر ماركت وكده، بجد هتبقى انضف. يعني الاكياس دي هتبقى انضف من اي نوع بلاستيك انت هتشتريه تاني ما انتش عارفه هو متصنع ازاي. حتى ازايز الميه، هاتي ازايز الميه الماركه اللي هي الماكس، اللي هي الوطنيه. يعني هاتي حاجه تكون نظيفه يا جماعه، بالذات للاطفال وبالذات للاكل والشرب. زي علب التلاجة، احنا ما ينفعش نستخدم علب تلاجة من اللي هي الرديئه دي، لانها فعلا بتتفاعل مع الاكل وبتتفاعل مع الركنه في التلاجة. فطب ما شراء بشراء بقى نشتري حاجه نظيفه، دي وجهه نظري بصراحه. يا اما اشتري اكياس لبن واحط فيها. كان عندي فاكهه، كان عندي يوستفندي، وكان عندي كيوي. هما بيحبوا الكيوي قوي. قطعته كده سلايزات وهرصه، بحيث ان انا يعني احاول ان انا اغير مودهم شويه ويشوفوا حاجات كده مبهجه في اللانش بوكس ده. الكب كيك اللي انا عملته امبارح، هتلاقوا الفيديو اللي قبل ده كان طريقه عمل الكب كيك، عملته في البيت وما بديش بقى
يعني ممكن ياخدوا مصروف يعني حاجه بسيطه، بحيث ان هم ما يشتروش الحاجات، بس هم لازم ياخدوا مصروف. مفيش يعني بصراحه مش قادره اتكلم في النقطه دي، لان كل الاطفال وكل اولادنا بيحبوا قوي حكايه المصروف حتى لو عملت ايه. يعني انا ساعات بعمل بدل الكب كيك ده بعمل كوكيز، بعمل بسكوت بشوكولاته، بعمل عصير فراوله بلبن، موز بلبن، افوكادو. بعمل اي عصير احطه في، يعني لو انا مش عايزه اديهم مصروف بحط كيك وبحط عصير، بس برضو لازم المصروف بصراحه. يعني كلنا عارفين النقطه دي، ان اولادنا ما عندهمش نقطه اعمل الحاجات في اللانش بوكس كده وما اديش. خلصت بقى اللانش بوكس بتاعي، وهحط لهم بقى في الشنط بتاعتهم واعمل لهم مسخن لهم كوبايتين لبن كده. وحاولي بقدر الامكان لو هم حتى ما بيحبوش اللبن او اولادك بيزهقوا من اللبن، دخلي فيه موز، دخلي فيه نسكويك، اعملي اي حاجه في الصبح كده يكون ياخدوا فيها اللبن، عشان يديهم طاقه وباور كده ويبقوا كده مصحصحين ومركزين. اول ما يروح حطيت هنا معلقه سكر وهنا معلقه سكر، لان هم طبعا المفروض احط معلقه عسل، بس هم بصراحه ما مش بيحبوا العسل، فحطيت معلقه سكر هنا ومعلقه سكر هنا. انا بدخل العسل في العصير ما بياخدوش بالهم منه. هحط بقى كده اللبن بعد ما سخنته، اهو هصبه في كوبايات وهقلبه واديهولهم على طول. فيديو النهارده بسيط جدا ولانش بوكس بسيط جدا، وكنت حابه اقول لكم معلومه اللانش بوكس ان احنا ننقيه ازاي، او ان احنا نختاره ازاي عشان يكون حاجه صحيه لاولادنا. ما تسترخصوش وتجيبوا العلبه ام 10 والعلبه ام 15، انت بتجيبي حاجه مضره بتتفاعل مع الاكل بتاع اولادك وسندوتشات اولادك. اتمنى الفيديو اللي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس لو عجبكم كل فيديوهاتي. كنت معاكم الشيف هبه شيحه، ومع السلامه.